نظرة علوية على هذا الملعب، نظرة علوية حينما تمتزج دقة، نعم دقة التصميم، دقة هذا الحضور المغربي والسواعد المغربية، والملعب الذي يعتبر أيقونة ويعتبر أيضا نعم واحدا من تتالية. نعم المنتخب الوطني المغربي لديه الآن الرصيد على المستوى العالمي ب16 انتصارا متتاليا، أي لا يقف أمامه تعادل ولا أيضا هزيمة، لذلك فهو الإنجاز القياسي على المستوى العالمي. اليوم نبحث في نهائيات كأس أفريقيا، بعد ذلك تاريخي بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، سنعود لذلك لاحقا، لكن دعونا الآن نتابع هنا تشكيلة منتخب الموزمبيق. هرنان سيلوان في حراسة المرمى رقم 1، باقي اللاعبين فرناندو تشامبوكو رقم 4، رقم 5 برونو لانغا، 7 العميد إلياس. المنتخب الموزمبيق في هذه المباراة فأنيطت البهملي كابرال دييغو. يقود منتخب الموزمبيق فرانشيسكو كوندي جينور، ويقود المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي. كنا نتحدث عن الصراع اللي كان عبر التاريخ، تاريخ المواجهات بين المنتخبين، 3-0 في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المباراة اللي كانت نعم للموزمبيق وأيضا النشيد الوطني المغربي. لحظات وسنعرج لخوض غمار 5-4-0 في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في تصفية كأس الأمم الإفريقية، المباراة التي تأتي، ثم أيضا يتواصل الأداء ليكون من جانب الطرفين بمدينة مراكش. المنتخب الوطني المغربي واجه منتخب الموزمبيق الانتصار ب4 أهداف من خلال المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة الذي عبر والذي مر. كما نتابع هذه المحاولة من أجل المرور من شريف دياز، محاولة المرور من إبراهيم لأخذ التذكير. نعم كان الصف والطابور طويل جدا على المستوى. تكون موفقة تسديدة بهذه الكيفية، ولكن هنا الجدار لإبراهيم دياز، محاولة المرور أمامه، فهو البحث عن الحلول. كرة للكعبي، محاولة الاختراق، دخول داخل منطقة الجزاء. الكعبي يعيد الكرة للخلف للمزراوي، يشغل الجهة اليمنى في غياب قوية على المستوى التهديفي. بالنسبة لك كل مباراة عندها خصوصية، كل مباراة فيها إمكانية التسجيل وإمكانية إضافة الأهداف. أعتقد على أنه المستقبل أيضا بإمكانه أن يحمل المقابلة. ستكون يوم الثلاثاء المقبل وستكون أمام منتخب مالي. كل التوفيق لكرة القدم الوطنية. نغلق اليوم، نعود لعبد الصمد الزلزولي، تمريرة عرضية بهذه الكيفية، محاولة مغربية، الهدف الأول ممكن، التسديد بشكل مباشر ممكن، وناحي يسدد، جول كل شيء ممكن، لا شيء يستحيل على عناصر المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أوناحي يركنها في الشباك بالأناقة، بالطريقة ديالو المعتادة، بالأسلوب ديالو المعتاد. عز الدين أوناحي يضع الكرة في الشباك، هذا وأوناحي الذي يضع الكرة بلمسة ساحرة، بلمسة فنية، والجماهير تراقب، والجماهير تصفق، والجماهير تحيي عز الدين أوناحي على هذا الهدف الجميل، على هذا الهدف الرائع. شوف الطريقة، عملية هجومية بهذه الكيفية. شوف الدفاع 4-5 للمغرب. الدقيقة 7 1-0 الانطلاقة التي يبحث عنها المنتخب الوطني مبكرا، ولكن الهدف المغربي حضر. كرة بهذه الكيفية والمحاولة، وبعد ذلك إلى خارج الخط. كرة تنفذ في الركنية بهذه الكيفية، راسية، محاولة تسجيل. المباراة جو مطير بمدينة طنجة عليه في مباراة ضد غانا اللي فاز فيها المنتخب الوطني المغربي هدف واحد مقابل شيء. يتألق، حاضر، هذه محاولة، هذه صعبة للمنتخب. نشوف هنا تدخل ممتاز، تدخل جيد اللي جاء من شنب صلاح، طريقة إيقاف الكرة، تهيئ هذه الكرة، ثم التسديد بشكل ممتاز. ما زاد منقص، وهذا هو اللاعب الذي يحسن التعامل. الكرة ديالو في خط الوسط، ولكن التمرير ديالو ما كانتش جيدة. في آخر المطاف كرة إلى خارج الخط، على محاولة أمامية بهذه الكيفية، البحث عن التمرير بأقدام بانغا فيصل، لكن لم يتمكن بهذه الكيفية، رأسية ولكن مباشرة إلى خارج. عبد الصمد الزلزولي، محاولة من عبد الصمد الزلزولي، تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة لا تزال للمنتخب الوطني. دياز ينقذ على هذه الكرة، تمريرة ممتازة، فرصة، كعبي كان يسكن الكرة في الشباك، تأخر بعد الشيء في التسديد، خذ وقته وهيئ نفسه للتسديد، ولكن ضاعت له كرة دياز، محاولة التمرير، جميلة، محاولة من الكعبي، تمريرة عرضية، فرصة الأولى، لمسة يد. الزلزولي كياخذ الكرة ديالو، ماذا يفعل؟ كيدخل داخل منطقة الجزاء، كيسدد، كان بإمكانه يوضعها في الشباك. الحارس المنتخب الموزمبيق اللي هو سلوان إيرنان كيتمكن للمنتخب الوطني المغربي. تسديدة
تسديده كتمشي من جواد اليميق، كره ديالو الى خارج رقعه واحد من الاسماء المتعلقه مع بي اس في يحتل الصداره ب 31 نقطه. كره ممتازه راسيه بهذه الكيفيه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. الكعبي الذي كان قريبا من تسجيل هذه الكره، وهذا انا صلاح الدين اللي كنا نتحدثوا على المشاركات ديالو الى المركز الثاني فاينورد. هنا عمليه هجوميه، هنا الاختراق، هنا عصام الزلزولي، عمليه مستمره متواصله وفي اخر المطاف الى ركنيه لصالح المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني المغربي، نحن نتحدث عن واحد من اجمل واكبر الملاعب الوطنيه المغربيه، النادي الرائع في الشمال والذي يقدم الاداء ويقدم ايضا حضوره. شميل هذه برايم دياز يخترق، يدخل داخل منطقه الجزاء، المراوغه برايم دياز يسدد او تمريره ممتازه الكعبي راسيه، ولكن فوق المرمى بسنتيمترات قليله، فوق المرمى بسنتيمترات قليله. كان بإمكانها أن تكون في الشباك. شوف هنا تباش في الخلف على أن هناك تدخل، إخراج الكرة بهذه الكيفية، مباراة اللي عنده جماهير متابعة. يطرح المنتخب الوطني المغربي فرصة الاختراق، الدخول داخل منطقة الجزاء. يلا ابراهيم، تكون السمة البارزة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، لذلك مثل هذه المباريات تخلي اللاعبين المنتخب الوطني المغربي يعرفوا أكثر. كرة ممتازة، محاولة، فرصة الهدف. شوفوا هنا اللقطة، لاحظوا أناحي ونصير مزراوي أن التمريرة في غياب التسلل إطلاقا. لاعب اللي كسر التسلل هو اللاعب رقم 4 تشامبوكو فرناندو. شوفوا هنا تدخل شابي، هذه خصوصية أخرى هو استمرار، فنتمناو على انه عبد الصمد بدا يفعل. يلا عبد الصمد يرفع كره، لكن لم ابراهيم دياز يرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، محاوله تسديد، فرصه من أناحي مره ثانيه، يسدد وتعادل مع موريشيوس بصفر مقابل صفر، وفاز على منتخب جنوب افريقيا بعد 1 مقابل شيء. هذه كره بابيه، محاوله من جديد عن طريق أناحي، يرفع كره داخل منطقه الجزاء، عبد الصمد الزلزولي يلعب الكره العاليه الهوائيه، كاد أن يفعل ويضعها في الشباك لولا التغطية الدفاعية وتواجد ممتاز من جانب الدفاع لإبعاد الخطر، ولو أنها لعبت بشكل ممتاز من أناحي تنفيذ. دياز يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، هذه محاولة منتخب موزمبيق، تمريرة عرضية صعيبة وإلى خارج رقعة الملعب. يعني منتخب لا يبادر. عاصين أناحي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة عادت من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي عن طريق الكعبي كمر من الجهه اليسرى، فرصه، محاوله تمرير، لمسه، ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول؟ لمسه يد واضحه، وبالتالي الكعبي ينبري لهذه الكره، يتقدم، كره تصطدم بالعارضه الافقيه. غير محظوظ في مباراه اليوم، غير محظوظ بالمره في مباراه اليوم. ايوب الكعبي اللي حاول ان يضعها في الشباك، لعبها في الزاويه اليمنى للحارس، الحارس مشى للجهه، والكره المغربي. محاوله من أناحي كيروض، تمريره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه من نصير مزراوي كان بامكانه المرافق في ركنيه الفات داخل منطقه الجزاء. هذه محاوله البحث، محاوله الاختراق، المرور، مراوغه ممتازه ابراهيم، تسديده، ولكن فقط صوب الحارس سيوان إيرلان الذي يتمكن من ايقاف هذه الكره. سيوان عندهم فيلوفياريو بييرا، كره ممتازه، محاوله بهذه الكيفيه، تسديده ممتازه، كمان حمزه كذا ان يضع الكره في الشباك. حدث تسديده حمزه كمان، لعبها بهذه الطريقه صاروخيه مباشره فارغه، كان بامكانه يضع الكره في الشباك، لكن ضاعت كره من حمزه كمان لأناحي كمان، والكره لا تزال مستمره متواصله. ابراهيم، هذا دياز يسدد.